القوائم. الأحزاب التي لها تمثيل بمجلس الشعب: الحزب وعدد الأصوات وعدد المقاعد. الحرية والعدالة 10,138,134 صوت، عدد المقاعد 127. النور 7,534,266، عدد المقاعد 96. الوفد الجديد 2,480,391، عدد المقاعد 36. تحالف الكتلة المصرية 2,402,238، عدد المقاعد 33. الوسط الجديد 989,004 أصوات، عدد المقاعد 10. ائتلاف الثورة مستمرة 745,863، عدد المقاعد 7. الإصلاح والتنمية 604,415، عدد المقاعد 8. الحرية 514 و29، عدد المقاعد 4. مصر القومي 425,021، عدد المقاعد 4. المحافظين 272,910، عدد المقاعد 0. السلام الديمقراطي 248,281، عدد المقاعد 1. المواطن المصري 235,395، عدد المقاعد 3. العدل 184,553، عدد المقاعد 0. الاتحاد المصري العربي 149,253، عدد المقاعد 1. الاتحاد 141,382، عدد المقاعد 2. الإجمالي 27,065,135، عدد المقاعد 332. بيان بالأحزاب التي لم تحصل على النسبة المتطلبة للتمثيل اللي هي 0.5%. أولا، إجمالي الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية 27,851,070 صوت. عدد الأصوات المتطلبة للتمثيل اللي هي 0.5% 139 مليون كم؟ خلاص اللي انت قلتها. ماشي، مش مكتوبة عندنا 0%. انا عارف، خلاص مش مهم. الأحزاب اللي ما حصلتش 0.5%: العرب الديمقراطي الناصري والمستقلين الجدد والغد ومصر الثورة المصرية، مصر الحديثة، الجبهة الديمقراطية، العربي للعدل والمساواة، المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدالة والتنمية المصري، الوعي، المصريين الأحرار، السلام الاجتماعي، الأحرار الاشتراكيين، حراس الثورة، التحرير المصري، الدستوري الاجتماعي الحر، صوت مصر، الأمة، حقوق الإنسان والمواطنة، الشعب الديمقراطي. دي الأحزاب. بعد كده في عندي كشف بالأسماء اللي فازت في القوائم، وعددهم 332 عضو. الوقت المتبقي لا يسمح
ان احنا نذكر هذه الاسماء وهي موجوده عند حضراتكم ومطبوعه، والمكتب الفني معاه نسخ منها هتتوزع على حضراتكم وانتوا قاعدين. ويعني وشكرا جزيلا والحمد لله رب العالمين، وتحت امركم.